مصدوم ولا متوقع؟ ما هي هتبقى مشكلة كبيرة لو انت كنت مصدوم ومش متوقع بصراحة. حتة الجلدة اللي انت بتشوف 11 واحد وال 11 واحد بيتخانقوا عليها في الملعب وبيطلعوا يجروا ورا بعض، حطت قانون لنفسها واجبرت الدنيا كلها مش احنا بس نمشي وراه. عارف ايه هو القانون؟ القانون ده بيقول ان انت لازم عشان تكسب، او عشان تكسب بطولة وتفرح بيها، انت لازم تعمل كام حاجة كده ورا بعض، لازم ولا بد من تنفيذهم بشكل صح عشان خاطر تفرح وتفرح الناس كلها. عارف ايه هما الخطوة دي؟ اول حاجة ان انت لازم تخطط صح وتنفذ صح وتطور صح. هتصيب منك في مرة بس لازم تيجي تكسب في الاخر. هي ماشية كده، هي ماشية كده. واجبرت حتة الجلدة دي، الجلدة اللي فيها 12 واحد بيتخانقوا وراها، واحنا بنفضل نحفل على بعض بيها، ايا كنت انت باكل مين وايا كنت بتشجع مين. بس هي كده، هو ده قانون هي حطته لنفسها والكل ماشي وبيقول لها حاضر وانت على دماغنا من فوق. فتيجي انت تعمل عكس كده. تعمل عكس كده ازاي؟ مجاملات، على عدم تخطيط، على عدم فكر صح، على عدم تنفيذ افكار اصلا، على محسوبيه، على كل حاجه انت بتعملها ماشي ضد القانون اللي حته الجلده دي هي نفذته او هي صممته. فانت بتيجي متوقع نتيجه عكسيه وبتزعل. طب بتزعل ليه؟ ما هو انت اللي ماشي غلط، انت اللي ما اديتهاش زي ما هي عايزه. ما هي عملت القانون دوت، تمام، والدنيا كلها مشيت بيه والدنيا كلها ناجحه. مش ناجحه دايما، بس لما بتقع بتقول له قوم وكمل وانت صح، وهو فعلا هي بتبقى عندها حق وهو بيبقى صح. انت لما بتقع بتزود فشل عندك، بتزود فشل. القاره الصغيره ان احنا ما كناش بنخشها وننيمها من المغرب، ما بقتش تنام، بقت هي تنيمنا من الظهريه. بالمناسبه، حته الجلده دي اللي احنا برضو لسه متكلمين عليها ما بتعترفش باسامي. ما عندهاش انا اسمي منتخب مصر اكبر اسم في القاره انا هخش ادوس على الكل، لا. لا، لو ما طورتش نفسك زي ما الكل بيعمل حواليك، اخرتك زي ما حصل امبارح وزي ما حصل في 2019 في مصر. هي دي اخرتك. كل اللي حواليك في القاره، مش هقول لك في اوروبا، مش هقول لك في اسيا، مش هقول لك في امريكا الجنوبيه ولا الشماليه، لا لا خالص، في افريقيا، في القاره بتاعتك، كل اللي حواليك طور، وكل اللي حواليك نجح. اسامي انت ما كنتش متوقع لها اي حاجه بقت تكسبك، بقت تعمل عليك جيم كويس جدا. بسبب ايه؟ بسبب شويه مهارات عندها، ابتدت تفكر هتنميها ازاي وتطورها ازاي وتنجح بيها. ما هي سهله، والله العظيم سهله، والله العظيم ثلاثه سهله. هي محتاجه فكر صح، بدون مجاملات ولا محسوبيه، بدون ما يعمل حساب لي مين هيهاجمني في الاعلام ومين هيخاف من مين. مش قدها ما تقرب لهاش. بس والله ما فيش اسهل من كده. لكن انت تجيب مدرب في الاول خالص قالوا على الثعلب راح فوضه، والثعلب راح قدر يتعاقد معاه بعد لما الاهلي فشل من التعاقد معاه. طيب حلو، الثعلب بيلعب كره هجوميه جميله، حلو. هنشوف بقى حاجه من الثعلب كويسه من الراجل اللي هو جابه لنا. المفروض ده ان كنا مستنظرينه والواحد كان متوقع في فيتوريا ده خير شويه. بس للاسف احنا ما شفناش اي حاجه، ما شفناش اي حاجه لحد الان. انا مش شايف السيد المشرف على المنتخب ليه اي وجود من ساعه البطوله. السيد المشرف على المنتخب ده سبب فشل ذريع في الكره المصريه، وقبل ما يبقى فشل ذريع في الكره المصريه كان في فشل في النادي اللي بينتمي ليه هو ووالده في 2009 و2008، والمشكله الشهيره جدا بتاعت جده والقصه دي كلها. هو فشل في النادي بتاعه، فيجي بقى يكمل فشله في منتخب مصر، فبيجرب بقى يمكن تصيب معاه وهو مقتنع جدا ان هو صح وان هو ماشي على الخط الصح. طب فين يا ثعلب يا صغير اي دلائل تقول ان الكلام دوت؟ انت عمال حضرتك تجرب فينا، طب حضرتك ليه لحد دلوقتي قاعد ومكمل فيها؟ ليه حضرتك ما خليتش عندك دم واستقلت ومشيت بعد الفضيحه اللي انت عملتها امبارح؟ لما انت مشيت في فضيحه 2019 انت والمجلس بتاعك بتاع هاني ابو ريده ومجدي عبد الغني وكرم، مش عارف اسمه كرم ايه، والشله دي كلها.
رجعت تاني في فشلك مع الاستاذ جمال علام، اللي بالمناسبه له مننا كل التقدير والاحترام، بس هو لا يمت لكره القدم باي صله. عشان نكون بس متفقين، هو راجل محترم جدا وعلى دماغنا من فوق، بس في الكوره ما يفهمش فيها حاجه غير ان هي مدوره، لا فكر ولا تطوير ولا انتخابات ولا القصه دي كلها. وكان جايب حازم امام يستخبى وراه، فحازم امام غرقنا وغرقوا وراه. نزل امبارح معلم فيتوريا، اول 8 دقايق ضاغط 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 حلو، اول 8 دقايق او 9 دقايق بالظبط، وابتدى يلعب على الكرات العرضيه اللي هتوصل لالا مصطفى محمد، يا اما حجازي يا اما اي حد، المهم تلطش في اي حاجه وخلاص. من وجهه نظري عشان تلعب بكرات عرضيه انت لازم يبقى عندك 2 مهاجمين جوه الصندوق. طيب هو كان حاطط مين امبارح؟ مصطفى محمد، والوينجات عماله تغذيه بالكرات. طب مين هيلعب مع مصطفى محمد؟ ما انت عايز مهاجم كمان، ولازم مهاجم بمواصفات معينه، انت هي مش عندك او مش موجوده، او انت الوحيد اللي قريب من الحته دي هو كوكا. انت ما بداتش بكوكا، ما انت كنت راكن، طب بتلعب بيه الكرات العاليه. طيب الجبهه الشمال بتاعتنا كانت مفتوحه على البحر، حلو، ما قفلهاش، ما قفلهاش خالص، وفضلت مفتوحه زي ما هي، والدنيا ماشيه فيها زي الفل زي ما هي. نص الملعب كان الى حد ما بيعرف يطلع كرة، وبالمناسبه النني لعب ماتش حلو يعني عشان ما نظلموش، هو النني كان لعب ماتش حلو وقدم الادوار بتاعته حلوه جدا. طيب كوره بتلطش بنفس غلط الدفاع في كل مره في ال3 ماتشات، ومفيش اي تصحيح للغلط، الكرة برضو بتخش فينا جول بنفس الغلط، هو مفيش جديد. الدنيا كلها كانت بتتكلم لازم حل في خط الدفاع، لازم حل في خط الزفت، وهو ولا هنا ولا موجود معانا في الدنيا ولا الهوا. بتلطش معاك وتلطش معاهم الاول وسجلوا فينا هدف، فضلنا ننازع شويه بشويه بشويه لحد ما كرة عرضيه من الكرات الطايشه، لحد ما المدافع اتغابى وخبط حجازي وخدنا بينها، حلو، مصطفى محمد دخل سجل، جميل. طب الشوط التاني احنا عملنا فيه ايه؟ المفروض ان احنا خلاص بقى قعدنا نقول ننحر في صوتنا الغلطه في الدور ال 16، انت بتطلع يا فايز وهتكمل لخسران وخيبان وترجع. قلنا نصحح اخطائنا، احنا مش حلوين، احنا مقتنعين بس بنداري على الغلط وخلاص. فهي كده ماشي. الشوط التاني ما عملش اي حاجه، ما عملش اي حاجه، مفيش حاجه حصلت في الشوط التاني غير اصابه احمد فتوح، وان عمر مرموش نزل، ولحد ما الدنيا مشيت وراحت ضربات جزاء ومصطفى محمد دخل ضيع والدنيا خلصت. فضلنا مقتنعين بابو جبل وابو جبل وابو جبل، وفضلنا عندنا بنصدر روح معنويه للعيبه والكلام ده كله. الفكره بقى خلاص ان انت خلاص طلعت بفضيحه واتوكست وخبت وكل حاجه في البطوله دي. المفروض اللي يحصل ايه في بعد كده؟ يعني احنا مثلا لحد وقتنا هذا ما شفتش من المجلس ده حد طلع فيهم اتكلم لحد دلوقتي. بالمناسبه حازم امام بيشتغل في الاستوديو التحليل لاون تايم سبورتس، هل يا كابتن حازم هيبقى عندك دم وتطلع قدام الناس توريهم نفسك بعد الوكسه دي؟ سؤال نفسي حد يجاوبه لي. طيب هل يا ساده اعلاميين هتهاجموا كابتن حازم امام، ولا هتصدروا الهجوم بتاعكم على اتحاد الكره عشان هو هيبقى هو الشماعه بتاعتكم، مع ان كابتن حازم هو المشرف من اتحاد الكوره على المنتخب؟ طيب هل هنشوف في تخطيط صح؟ هل هنشوف في اداره صح للكوره؟ هل هنشوف بقى تطوير صح؟ بعد شفنا بقى الدنيا كلها خلاص بتتطور حوالينا بقى، شفنا المنتخبات بتطلع، شفنا حاجات كتير كده، فهل احنا هنعمل زيهم؟ هل هنخلي عندنا بقى شويه كده فكر وتخطيط، وحد يطلع بقى كده يتحمل المسؤوليه ويقول انا هعمل المنتخب ده وهعمل البلد دي، بدل ما كل واحد بيقعد يتكلم كتير، وزي ما قلت قبل كده بدل المره 1000 ان احنا شاطرين بس في الكلام. ما هو اللي جاي ايه؟ انت داخل بقى على تصفيات كاس عالم، الراجل ده ما ينفعش يكمل، مش نافع. كيروش الله يمسيه بالخير، انتوا طفشتوه ومنكم لله، الوحيد اللي كان جه فاهم اللاعب المصري على ايه،
قال لك ما تطالبنيش ببطولات وانا عندي لعيبه ما بتعرفش تقف في الملعب، هتطالبني ببطوله ازاي؟ وبالرغم من كده وصل نهائي افريقيا، ولو كانت مشيت معاه شويه كان ممكن يكسب البطوله، تمام، وكان ممكن يوصلنا نهائي كاس عالم برضه. فجيت مشيته مع ان الراجل كان بادئ مشروع كويس، وكان ابتدى يظهر لك مواهب زي عبد المنعم، كان عامل بطوله افريقيا في الكاميرون حلوه جدا، وقدر يضغط على الحكم قدام الكاميرون في السيمي فاينال ويطلع اللعيبه بره الضغط ده كله. فجيت مشيته ليه؟ عشان انت مش انت اللي جايبه، ده احمد مجاهد، لكن لو انت اللي جايبه او لو حازم امام اللي جايبه كان الراجل كمل. بس طلعتوا برضه تفتكسوا لي حوارات والكلام ده كله. الفكره كلها ان فيتوريا ما ينفعش يقعد خلاص، فيتوريا دي صفحه واتقفلت. الفكر في اللي جاي، لو لازم تفكر صح، لازم نطور، لازم يبقى عندنا كوره، دي لازم، ده وش العنجهيه وقله الحيله اللي احنا ماشيين بيها دي نتيجتها زي ما احنا شفنا ده كده. يعني لا في بقى كاس عالم 2026 ولا القصص دي كلها. بوركينا فاسو اللي معانا في المجموعه كانت عامله بطوله كويسه واتاهلت، فلازم ده يشتغل، يا اما تاخدوا بعضكم تتكلوا على الله. ومن وجهه نظري ان انتم ما تقعدوش فيها، واولكم حازم امام وش. كان في شويه، واحد كان فضل متحمل على اعصابه، وفي شويه كلام كان عايز يتكلم، بس حاسس لو واحد كان يتكلم اكتر من كده كان هيغلط غلط كبير جدا، فبلاش احسن. بلاش عشان دي ناس ما تستاهلش اي حاجه، اقسم بالله. لو وصل لك الفيديو ما تنساش تشترك في القناه وما تنساش تدعمك بلايك، عايزين نوصل الفيديو لاكبر عدد من اللايكات. وللاسف مفيش كلام تاني، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.